البيتزا من الحاجات اللي محدش يختلف على حبها، وكمان لو معمولة بطريقة مختلفة وشكلها كمان حلو الكل هيحبها وهيخطفها كمان أول ما تخرج من الفرن. على 3 كوبايات من الدقيق نزلت بمعلقة لبن باودر، رشة من الملح، 3 معالق من الزيت والخميرة بتاعتنا. بعد ما اتأكدنا انها شغالة بعجن وبزود مية لحد ما تبقى عندي عجينة ما بتلزقش، وبغطيها وبسيبها تخمر. العجينة بعد ما اتخمرت بفردها قدامي على شكل مستطيل عشان نبدأ نحط عليها الحشوات. هفرد عليها صوص البيتزا وهتلاقوا طريقته موجودة على الصفحة. بعد كده ضيفوا أي إضافات موجودة عندكم في التلاجة، مش هتقول لأ. ضفت زيتون وفلفل أخضر وأي كولد كاتس موجودة عندكم أو بواقي فراخ ولحمة، وغرقوها بقى بالجبنة. بعد كده هلفها رول وهقفلها كويس جدا، وبقطعها بالسمك والحجم اللي احنا عايزينه. بضغط عليها ضغطة خفيفة بالشكل ده. بحطهم في صينية مدهونة، بسيبهم 10 دقايق وبدخلهم الفرن لحد ما تاخد اللون التحفة من فوق ومن تحت. خرجوها، ريحتها هتملى البيت كده، وبألف هنا لازم تجربوها.